السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم حمادة في مقطع جديد. زمان ما نزلنا فيديوهات على القناة، لكن اليوم موضوعنا بيحكي عن كأس العالم، الترند الوقت الحالي والمفاجآت اللي قاعدة بتصير في كأس العالم. وحنعمل تغطية على شوية مباريات جميلة. كانت الأمنية أو الأحلام أو الطموحات اللي ما صارتش إن نسافر كأس العالم ونعمل ردة فعل مباشرة وفلوقات من قطر، لكن قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله هذول الفيديوهات تعجبكم. أنا تأخرت شوية على كأس العالم، لكن أن تصل متأخرا خيرا من لا تصل. حنحكي عن كأس العالم، عن الافتتاحية، عن قطر، عن الدولة المنظمة، عن الأشياء اللي رفضتها، أشياء اللي قبلتها، غيرت منظور الغرب عن العرب. يعني أشياء كثير في كأس العالم. All to celebration. This is all so new. All that I have known before was a كلها حنعملها في فيديو بسيط. اكيد كنا شفنا افتتاحيه كاس العالم، والشاب العربي ذو الاحتياجات الخاصه خرافيه لكاس العالم 2022 قطر. شفنا اول مباراه الاكوادور وقطر. صحيح قطر خسرت المباراه، لكن اللاعبين كان عليهم ضغط جماهيري. المنتخب المنظم للبطوله يعني كان على اللعب ضغط. اليوم مباراه قطر والسنغال المباراه الثانيه، ان شاء الله يفوز قطر، يعني زي ما عملت المفاجاه ارجنتين على السعوديه، يعني او مفاجاه السعوديه على الارجنتين اللي حنحكي عنها كمان شويه. هذه من المباريات الخرافيه في كاس العالم، خرافيه لكل العرب. تعادل المغرب، تعادل تونس، منتخبات عربيه كلها شرفت. ان شاء الله اليوم قطر تفوز على السنغال، وهولندا تفوز على الاكوادور، حتى يكون في طموح او امل لتاهل قطر لدور ال 16 القادم من كاس العالم. حكينا عن قطر كدوله منظمه، مش محتاج احكي لانه في كتير فيديوهات على النت بتحكي عن هذا الموضوع، عن افتتاحيه كاس العالم وعن خساره المنتخب القطري في اول مباراه. لكن المشكله وين؟ انه قطر قبل 7 شهور او 8 شهور لعبت امام الاكوادور وفازت عليهم 4-3. انا بقول لك اللاعب كان عليهم ضغط جماهيري ضخم، عدم تركيز. يا راجل منتخب قطر 3 مرات متتاليه ما عملش. مش انه منتخب الاكوادور قوي مجنون، لا 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 لا، كان عليهم بس ضغط جماهيري مرعب. الدوله المنظمه اول مباراه كاس العالم، 3 مليار 4 مليار حول الكوكب بيحضروا المباريات، فاكيد حيكون في ضغط. كان نفسي اكون في دوله قطر واصور الاجواء غادي، لان بنشوف الاجواء على النت اجواء مجنونه، اجواء مش طبيعيه، لكن ما باليد بحيله. فالفلوس اللي كنا نروح فينا على قطر ما كفن، او بالاحرى بوصلنيش قطر. فقررت اشتري في NBC عشان اطور قناتي على اليوتيوب في المستقبل ان شاء الله. مش موضوعنا انه اليوم لازم قطر تفوز على السنغال. هذا فيديو حنزله شورت كمان شوي، في فيديو عملته شورت انه لازم اليوم نفوز على السنغال، والاكوادور ان شاء الله تخسر من هولندا، او يعني هولندا والاكوادور هم الاثنين ضغط على المنتخب القطري في المجموعه. كاس العالم بطوله مش طبيعيه. انا عارف اني ممكن احكي هذا الكلام ما حدش ممكن يحضره، لانه كل اللي على اليوتيوب بتدور انها تشاهد المحتوى. الناس اللي في قطر، الناس اللي بتعمل ردات فعل من الملاعب، من ملاعب قطر، الناس اللي في قطر بتعمل لك فلوق بالدوله، فلوق في الشوارع، ملعب لوسيل، كورنيش قطر. يعني الناس اللي بدها تشاهد على اليوتيوب بدها تشوف الناس اللي في قطر، بدها تشوف واحد قاعد وبحكي لهم عن كاس العالم، بحكي لهم عن المباريات. لكن احنا شفنا بدايات كاس العالم، شفنا قطر والاكوادور 2-0، انجلترا وايران 6-2. مع ان ايران اليوم او ايش اليوم قبل نص ساعه ايران فايزه على ويلز 2-0، وفي لاعب من ويلز او حارس المرمى تاع ويلز اكل بطاقه حمراء. السنغال وهولندا فازت 2-0. يعني السنغال نفس النقاط مع قطر تقريبا، نفس النقاط مع قطر، حتى نفس الاهداف اللي عليه. الولايات المتحده ويلز 0-0. ويلز قبل شوي خسرت امام ايران. الارجنتين والسعوديه مباراه تاريخيه. وينو ميسي وينو؟ فقعنا عينه. قاد دمت. 극적 승리를 차지한 사우디 팬들은 경기가 끝나고도 기쁨을 만끽했습니다. Excuse me, where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Anybody see Messi? Where is Messi? Congratulations. Thank you so much. مباراة مش طبيعية. كان نفسي اعمل ردة فعل مباشر عليها، لكن ماشي. بدنا مباراة تانية، بدنا مباراة للسعودية او اي منتخب عربي تكون قوي زي نعمل عليها ردة فعل مباشرة. هذه المباراة اجانا هيك حصرة 3-4 ايام دايخ. كيف راحت علي المباراة هذه اعمل ردة فعل عليها؟ كيف؟ مش فاهم. لكن هذه كانت امنية من امنيات حياتي، ان احضر الارجنتين والسعودية من اراضي الملعب في قطر، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني بديش اظني ان ندمانه هذا ليش وافكر فيه. ان شاء الله في كاس العالم 2026 بنروح على الدوله المنظمه. مش عارف من الدوله المنظمه، اما اظن المكسيك او الولايات المتحده، والله ما انا ذاكر. لكن حنروح كاس العالم 2026. حنروح كمشجعين ولا كلاعبين؟ والله ما بدري. يعني منتخب فلسطين يطلع ولا لا. قلنا ارجنتين وسعوديه مباراه تاريخيه لكل العرب.
الدنمارك وتونس. تونس يعني تعادل كل يعني جاب نقطة في أول مباراة حلو. المكسيك وبولندا 0-0. فرنسا واستراليا فريق محمد عدنان المنتخب الفرنسي. انا ليش بطلع حالي؟ ليه بطلع حالي؟ عشان دار على التصوير الكاميرات البروفيشنال. شفنا فرنسا واستراليا، منتخب محمد عدنان المنتخب الفرنسي 4-1. يعني لما معروفين الفرنسيين اذا استفزتهم في هدف حتاكل الاهداف اللي حتجي عليك. يعني والله بدايات كاس العالم بدايات خرافيه يعني، وكمان العرب خرافيه اكثر. يعني كاس العالم يا راجل انت بتستناه بسرعه قاعد بيخلص. يعني انا قاعد بشوف عنده خلص دور المجموعات. المغرب يعني امام كرواتيا 0-0. كرواتيا وصيف في كاس العالم 2018 انت قاعد بتحكي. يعني كرواتيا منتخب جبار يعني للامانه. كوستاريكا واسبانيا 7-0. اسبانيا على كوستاريكا. يا عمي لما قالوا عن استدعاءات لويس انريكي استدعاءات ضعيف. لويس انريكي مدرب خبره، مدرب مجنون مش طبيعي. بيلعب بولاد صغار 17 18 19 سنه قاعد بيغلب لك 7-0. تمام 7-0 مش نتيجه ان خلاص هذا حتوصلك للنهائي، لكن يعني منتخب قادر يأدي. يعني شفنا بوسكيتس في برشلونه بدهم يطردوه، في اسبانيا قاعد بيوزع كور. بيدري متحرر، جافي مهاجم. يعني في لعيبه بيكونوا فاشلين مع انديتهم مش طبيعيين مع المنتخب. انا ما بحكيش عن جافي وبيدري انهم فاشلين، لا يعني بوسكيتس يعني مثلا موراتا، توريس، اسينسيو. يعني انت شايف كيف بدأ مع المنتخب. المانيا واليابان على المانيا، على المانيا، على المانيا. رودريجار انا عارف انه عليك ضغط جماهيري وضغط من المنتخب الالماني، لكن حقيقة انت توقف وقفه احتجاجيه انك انت برضو دينك بمنع هذا الاشي. لكن اليابان الجرينتا يابان 2-1 على المانيا. ان شاء الله المانيا من دور المجموعات. هانز فليك ابن الشبشب ابن 66 صرمه على ما على الهواء والمطره. احنا ما صدقنا يا راجل يهدى الجو عشان نقدر نصور. هانز فليك على المانيا طلق. يا مهلس يا ابن المهلس يا تاع الالوان. بلجيكا وكندا. بلجيكا 1-0. كندا مش منتخب مش ضعيف بالمره، لكن بلجيكا حقت تكون افضل. لكن يعني لسه كلها اول مباراه. يعني اليوم الناس اللي حتلعب الجوله الثانيه يعني زي هولندا هذه الجوله الثانيه، السنغال الجوله الثانيه، قطر الجوله الثانيه. الاوروغواي منتخب مش طبيعي، منتخب يعني بيعد بكاس عالم حلو. مع كوريا الجنوبيه تعادل. سويسرا 1. انا قاعد بحكي لكم في نتائج المباريات اللي راحت. سويسرا 1 الكاميرون 0. الكاميرون والله حرام حقيت يا مصر يا الجزائر مكانها للأمان. يعني منتخبات عربية فقدناها. البرازيل وصربيا امبارح حضرتها 2-0. البرازيل واسمر رقصك سيمبا. يعني مش طبيعيين البرازيليين. يعني المرشح الأول لكأس العالم فيش فيها لعب. واليوم زي ما قلنا ويلز 0 إيران 2 وبطاقة حمراء للاعب لحارس ويلز. قطر والسنغال ضايل لها تلت ساعة وتبدأ. يمكن عمل لها ردة فعل بس النت ضعيف شوية. مباريات غدا فخمه. بكره السعوديه وبولندا. تعرف اذا السعوديه بكره حققت الفوز ما في كلام. بكره بولندا والسعوديه. الارجنتين والمكسيك حلو. فرنسا والدنمارك. تونس واستراليا وبولندا والسعوديه. تونس واستراليا على 12 وبولندا والسعوديه على 3. لعبتين لمنتخبين عربيين للتاريخ. تونس منتخب مش ضعيف وبولندا يعني السعوديه بتقدر على بولندا والله. يعني متساويين ولا حد اقل من قيمه المنتخب السعودي يا شباب. والله منتخب جبار. يعني من زمان انا بعرف انه قوي، لكن قدام الارجنتين صحيح الارجنتين حطت اهداف ولكن مس التسلل قانون من قوانين كره القدم يعني بيمنع هدف او بتحسب هدف. فحدش يقول لي لا الارجنتين كان اقوى مش عارف. لا السعوديه انا شايفها افضل وتستحق الفوز. والله تستحق الفوز. او الارجنتينيين كمان استهلسوا في الارجنتين او استهزأ في انه منتخب عربي ايش تقدم. يعني هاي كل اللي صار خلال الفتره. انا غبت وما سجلتش ولا فيديو لكاس العالم. زي ما قلنا كانت الامنيه انك تسافر، كانت طموحاتي اني اسافر على كاس العالم واعمل رده فعل مباشره من اراضي الملاعب القطريه، لكن ما باليد حيله وقدر الله ما شاء فعل. زي ما قلنا هي ثالث مره اقولها. كاس العالم بطوله بتتعوضش يعني كل 4 سنين. يعني هل انا صورت من البيت هنا وناس شاهدتني، او نفس الوقت الناس هذه اللي شاهدت الاشخاص او اليوتيوبر اللي سافروا قطر وعملوا فلوجات. يعني انا برضو بشاهدهم الكل بشاهدهم. يعني وفي محتوى جبار عربي قاعد بيصير في كاس العالم بما انه في دوله عربيه المنظمه. وان شاء الله يعني منتخباتنا العربيه تونس المغرب السعوديه قطر يوصلوا يعني دور 16 او يوصلوا بعد دور 16. ليش احنا دور 16 بس؟ دور 16 دور 8 يوصل نصف النهائي. ليش انت مستغرب؟ يعني منتخبات عربيه تكون الحصان الاسود للبطوله او حد يكون حققوا البطوله. في ناس حتستغرب لو انا بقول منتخب عربي حققوا البطوله
وانت مش مستغرب، هدول لك لعيبه وهدول لعيبه، هدول تمرينات وهدول تمرينات. في الاخر كره القدم تفاصيل صغيره، يعني مباراه واحده هذه اللي مغلوب بيروح، يعني ممكن تفاصيل صغيره تفرق المباراه، يكونوا طلعوهم وسط النهائي او نص النهائي. هيك احنا بنكون اصلا طولنا عن 8 دقائق، ان شاء الله الفيديو ما يكونش اطول. غطيت شويه مباريات راحن، ماليش انا في التحليل والتفاصيل، بحبش اتفلسف كثير في كره القدم. يعني كره القدم جميله بابداعها، بكرتها، بالشغف، بالجرينتا، بالمنتخب اللي بتحبه، منتخب بتشجعه مين ما كان يكون. يعني مثلا انا بحب كثير منتخبات اوروبيه، لكن بميل للبرازيل. فبرضه لو البرازيل لعب قدام منتخب عربي اكيد حشجع المنتخب العربي، لانه هذا مونديال للعرب، كاس العالم 2022 مش لقطر بس، لا كل العرب. وتحياتي، وانا طولت كثير، سلام عليكم. Where is Messi? Where is Messi? 있습니다. Excuse me, where is Messi? Where is Messi? السلام عليكم عمنا. ما شربش عندك برتقال؟